ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب تكون شهر رمضان خير عليكم وفرحة وهنا وسرور ودايما متجمعين مع كل حبايبكم يا رب. النهاردة بقى عملت الديك الجميل القمر اللي انتوا شايفينه ده. عملناه في الشوربة، ويمكن عملناه قبل كده مرة مع بعض. انا عايزة اقول لكم الشوربة بتاعته منتهى الجمال والحلاوة، يعني مش قادرة اقول لكم عامل ازاي. بصوا، ومشوي بقى، ومش قادرة اقول لكم يا لهوي على الريحة. بس قبل بقى ما ابتدي الفيديو ووصفتي، ما تنسيش يا اختي منك ليها تعملي لايك وتفعلي الجرس وتعلقي، عشان انا بفرح يا اختي لما بتعلقي. تعالوا بقى نصلي على النبي كده في الكومنتات ونسمي الله. تعالوا اقول لكم عملت ايه. الديك بقى اللي معايا ده نضفته كويس من جوه ومن بره، وشلت الشعر، وممكن تلاقي شعرايه كده ولا شعرايه كده، مش مهم. طيب انا هعمل له بقى محلول النقع. عباره عن ايه؟ حاجه كده انا سرقتها من ماما. الفكره بقى مش قادره اقول لكم، بتخلي ال- الفراخ، او يعني هي الفراخ والطيور عموما، متلاقيش فيها ريحه زفاره. جبت بقى البرتقانه دي اللي انتوا شايفينها، قطعتها وحاولت ان انا على قد ما اقدر ان انا اعصرها. يعني كان في حاجات كده مكنتش قادره ان انا اعصرها، عشان انا ايدي كانت متعوره كتير قوي من السكاكين. يبقى برتقان وليمون، والمية دي ساقعة. وشوية ملح، معلقة ملح كده كبيرة، ومعلقة من السكر كده كبيرة، وشوية خل. وسيبي بقى الديك او الفرخة او اي طيور لمدة مثلا ساعة او نص ساعة على الاقل. وبعد كده اغسليه كويس وصفيه في المصفى، ينزل بقى ميته وكل حاجة. انا عايزة اقول لكم المحلول النقع ده ممتاز، ولا ريحة زفارة هتشميها، بل بالعكس هتشمي ريحة البرتقال وتشمي ريحة الليمون. وايه، واديله ادي بقى. جبت بقى الحلو القمر ده العريس ده معانا، وجبت بقى المناديل وقعدت انشف. بقيت انشف من تحت ومن جواه ومن فوق وكده، عشان ايه؟ امسح المية. علشان كمان التتبيله اللي انا هتبله بيها الاول واسيبه نص ساعه ما تجيش على ميه، وتنشفيه من تحت كده ومن فوق ومن جوه كويس كويس جدا، وهو بسم الله ما شاء الله نضيف معانا وجميل. بقوم بقى محضره له ايه. جبت بقى بصلايه كبيره وحطيت عليها ملح وفلفل ودعكتها كده في بعض. وبقى مسكت الديك بتاعي من جوه ومن بره ومن تحت الجلد دعكته، وسبته بقى في التتبيله دي حوالي برضو ايه نص ساعه، قبل ما الميه اللي انا مسخناها للشوربه تكون غليت. تمام. الخطوة دي حلوة جدا، بتطعم معاكي الديك، بتديله طعم في منتهى الجمال. ممكن تعمليها برضو لو انت حابة تسلقي اي حاجة، فراخ الكلام ده. انا عايزة اقول لكم شوربة الديك جميلة جدا. انا كنت عاملة الديك ده تاني يوم رمضان، وحوشت الشوربة بتاعتها لحد النهاردة، وعملت بيها محشي. في فيديو محشي كده انا هبقى انزله لكم، انا مسويه بيه الاكل. مش قادره اقول لكم يا خرابي على الجمال بجد. عايزه تعملي محشي، اديله شوربه يعني ايه، سمينه كده تقيله من الاخر. تعالوا بقى، جبت حله كبيره عشان تاخد الشوربه، وزودت معلقه السمنه. نزلت بقى بمعلقه سمنه، وهنزل ايه بقى، بجزر وبصل وطماطم وعود قرفة. عود القرفة بيدي للشوربة جمال. ومعلقة من السبع بهارات او بهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة من الفلفل، ما كتريش فلفل عشان ما يحميش على قلبك. وخلطة كده حاجة انا ببقى عاملاها اللي هي ايه،
الورق لورا والقرنفل والحبهان، ببقى طحنهم ومحمصهم كده، بستعملهم في اي شوربه عندي. وبنزل بقى بالديك بتاعي ياخد له تشويحه على الوشين، بتديله شكل حلو كده. والتشويحه دي كمان بتساعد على ان هو يخش في السوا سيكا. مش هقول لكم ان هو دخل في السوا، لا، هو بيدي ايه، اول بس طلع ها يعني. انا الصراحه يمكن دي اكتر طريقه انا بحبها في تشويح اللحمه والفراخ او الطيور عموما، لو انا ايه هعمل شوربه عليها. وكمان يعني شوربه الديك دي انت ممكن تزوديها كمان، يعني ايه، تشيلي منها. بجد بجد جميله قوي في الاكل. ونزلت هنا بمعلقه سكر. انا عايزه اقول لكم الديك ده يعني صغير، بس اخد مني حوالي 3 ساعات، من 3 ساعات ل4 ساعات. انا كنت في الوقت ده بعمله من بعد الفجر. سبته بتاع ساعة ساعتين ونمت، وصحيت بقى على الظهر كملته. وهسيبه بقى ان هو يستوي، واحضر بقى التتبيلة بتاعت الشوي بتاعتي. معلقة ممكن علبة زبادي صغيرة وطماطم وجزر وبصل وفلفلاية حامي وبارد. تمام. هنزل بقى بايه، معلقة قرفة صغيرة، معلقة 7 بهارات، معلقة ملح صغيرة، ومعلقة صغيرة من الفلفل، وحبة زيت، يعني ربع كوباية كده، ومعلقة عسل اسود. ما عندكيش عسل اسود حطي دبس رمان، ما عندكيش دبس رمان حطي عسل ابيض، ما عندكيش ما تحطيش. ودي معلقة بن صغيرة، ما بستغنيش عنها في اي مشويات. والجزرايه دي كان اول مرة احط جزرايه في اي مشويات. بصوا بقى بشرح ايه الديك القمر ده، القمر، بشرحه كده حاجات صغيرة ان تخش التتبيلة جوه ومنها تدي شكل. مش قادرة اقول لكم كان سخن ازاي، يعني انا ما استنيتش، انا اتغبيت وعملته بقى وهو سخن كده. وهمسكه بقى ادعكه شوية كده، وسبته بتاع ساعة ونص، ساعة ونص، وبعد كده دخلته الفرن. وعلى قد ما تقدري كده دخلي بقى ايه جوه اللحم كده وطعميه. تعرفي ان هو زي استوى ان انتي بتدخلي السكينة كده من ناحية الصدر او الجناح. عايزة تعرفي اي فراخ، اي ديك، اي بتاع استوى ازاي، بتدخلي كده السكينة ان لقيتيها دخلت ولقيتي اللحم كده طري معاها، ان هي كده خلاص استوت. وبس كده، ودخلته الفرن والقمر طلع، وحطيت له فحماية وبألف هنا على قلبنا وعلى كل اللي بيشوف الفيديو. هنا استعنت بماما لان كنا احنا ساعة الفطار وبغرف، فقلت لها انتي خدي بقى القمر ده وصوريه. ما شاء الله ما شاء الله، اللحم زي العسل، وهو عسل يعني شهد مكرر. قمر قمر قمر. جربوه، وجربوا طريقتي في الشوربة وطريقتي في الشوي، دي حاجة سهلة وبسيطة وجديدة، وقلت يعني ايه اغير كده. بصوا الجمال، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تفعلي الجرس وتشتركي وتعملي لايك وتعليقك عشان هتابعك يا اختي منك ليها. ويلا مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين.